دي صورة من المتحف المصري في التحرير. الأخ اللي بيتوسط الصورة دي مش واحد عادي كده، لأ، ده البروفيسور الأمريكي كابا هيثاوا كاميني، كاتب من الكتاب الأكثر مبيعا، مشهور إنه عمل أفلام وثائقية ناجحة جدا عن الأفرو في أمريكا. صوته مسموع يعني، ويعتبر واحد من أشهر مطوري التعليم في أفريقيا كلها. طب بيطور التعليم إزاي؟ بيلف مدارس أمريكا ثم أفريقيا كلها عشان يطور ليهم المنهج التاريخي ويحط ويشيل منه. وده طبيعي لأنه واخد ماجستير في تاريخ العالم من جامعة هانتر، وماجستير في الإدارة التربوية من جامعة نيويورك. يعني عارف هو بيعمل إيه كويس، عارف بقى بيحط إيه ويشيل إيه في مادة التاريخ اللي بتدرس في أفريقيا كلها، إن هم أصل الحضارة وهم بناة الأهرامات وكل الهري اللي بيهريه أصحاب نظرية الأفروسنتريك أو المركزية الأفريقية. الراجل ده رئيس تنفيذي لأكاديمية مشهورة جدا في أمريكا اسمها بيت الحياة، اللي قايمة عشان تنشر أفكارهم دي إن هم الحضارة وهم البلد. الراجل ده دخل البلد مع مجموعة من الطلبة بتوعه اللي موسومين مفتاح الحياة على أساس إن هم كده نسل المصريين القدماء، ودخل بيهم المتحف المصري ودرس لهم من قلب القاهرة هناك إنهم أصحاب الحضارة والأهرامات، وإننا كمصريين سارقين البلد منهم ومعرفش إيه. وعمل كده من قلب القاهرة، من قلب المتحف المصري.